بيبدأ ملخصنا في أوضة مرعبة، هوب بينزل من السقف شاب متبهدل قوي وبيجري في الأوضة زي المجنون، بيبقى بيدور على أي معلومة يقدر من خلالها يجيب الرقم السري اللي هيفتح بيه الباب اللي هينقذه من المتاهة اللي هو فيها. فجأة كل حاجة في الأوضة بتتحرك وبتتقلب على الأرض، وصاحبنا كان عمال على آخره في حل اللغز وبيقدر إنه يلاقيه، لكن للأسف المبنى بيقرب منه وبيهرسه حرفيا، وهو كان عمال يصرخ ومحدش حاسس بيه. علشان نعرف إيه اللي وصله للكلام ده لازم نرجع بالزمن لورا 3 أيام مع بنتنا زوي اللي كانت عبقرين زمانها وكانت في المدرجات، والدكتور كان بيسأل في نظريات صعبة جدا وهي الوحيدة اللي كانت عارفة الإجابة، لكنها رفضت ترفع ايديها، وده لأنها شخصية مش اجتماعية خالص وبتتحرج. المحاضرة بتخلص والدكتور بتاعها بيبقى عارف إنها جينيوس وقال لها لازم تروحي لدكتور نفساني يعالجك علشان تقدري تتفاعلي مع الناس. على الجانب التاني من فيلمنا بنشوف جيسون وهو نازل من على الموتوسيكل بتاعه ورايح الشغل. بنعرف إنه مندوب عقارات قد الدنيا وليه علاقات كتير مع ناس أغنياء. بنروح بقى مع الشاب بان، وده اللي كان مزنوق في أول الفيلم ووقع من السقف. كان بان بيطلب من الراجل اللي شغال معاه إنه يديله شيفت زيادة في الشغل لأنه محتاج فلوس ضروري، ولكن الراجل بيرفض، وده لأن بان على طول منعزل ومش قادر إنه يعمل صحاب تاني غير اللي ماتوا، وهنعرف قصته بعدين. نرجع لجيسون اللي جاله هدية من راجل غني كان مخلص له صفقة محترمة، والهدية بتبقى عبارة عن صندوق اسود صغير ما قدرش جيسون يفتحه وسابه ومشي. أما زوي بنتنا فبتصحى من النوم مفزوعة بسبب كابوس بيطاردها من سنين، وبنعرف إن الدكتور بتاعها في الجامعة بعت لها هدية، والغريبة بقى إنها برضه صندوق اسود نفس بتاع جيسون بالظبط. أما بان فرجع لبيته بعد يوم طويل، والغريبة إنه بيلاقي برضه نفس الكارت الأسود ونفس الأسود اللي اتبعت لجيسون وزوي. التلاتة بقى بيفضلوا سهرانين طول الليل على الصندوق اللي مش راضي يفتح ولا عارفين أهميته إيه أصلا، ولكن مع كل مرة كانوا بيحاولوا كان في جانب من الصندوق بيظهر لهم على شكل مسمار، وفي الآخر بيقدروا إنهم يفتحوا الصندوق وبيلاقوا جواه دعوة لحضور لعبة مينوس للهروب، والفايز هياخد $10,000، وده كان رقم كبير جدا بالنسبة لهم. تاني يوم على طول بنشوف بان وهو رايح لمقر الشركة اللي بعتت له، وهناك بتوصل بنت جميلة اسمها أماندا بتصبح على بان وبتقول له خف سجاير وبتسيبه وبتدخل الشركة. بيستقبلها فرد أمن في الريسبشن بياخد منها التليفون بحجة إنها ما تسربش الألغاز لحد تاني، وهنا بيوصل داني وبيركب معاه الأسانسير وبيبان إن معاه تليفون تاني قدر إنه يهربه، وده لأنه حضر مغامرات كتير وألعاب مع الشركة. بتوصل أماندا لغرفة الهروب وبتلاقي فيها عجوز اسمه مايك، فبتخبط على الشباك اللي في الأوضة، فبتسمع صوت بنوتة بتقول لها ريحي يا حبيبتي لحد ما نجيلك. وهنا بنتفاجئ بوجود جيسون اللي كان بيحب الفلوس زي عينيه وجاي وناوي يكسب الفلوس عافية. كلهم بيتعرفوا على بعض وبيلاحظوا وجود جرح على ايد جيسون، فقال لهم انه كان في رحلة مع صاحبه في البحر وتعور عادي. بيبقى موجود برضو زوي اللي كانت مكسوفة قوي ومش عارفة تقول كلمتين على بعض، وأماندا بتقول لها انت كيوتة قوي وسكوتة ووشك مش غريب عليا، حاسة اني شفتك قبل كده على التلفزيون، ولكن زوي سكتت خالص وما ردتش عليها. بيوصل بان وبيمسي على الكل وهو قرفان وشكله مش طايق حد، لكنه مضطر علشان عايز الفلوس علشان يستقل عن بيت أمه اللي قرفاه في عيشته. المهم داني بيفخم على القعدة وبيفشر كتير قوي علشان يحليها بدل الملل اللي هم فيه، وبيعرفهم انه حضر كام لعبة في نفس المكان وكل مرة بيبقى هو الفايز، والمفروض دلوقتي انهم يستنوا سيد الألعاب علشان يشرح لهم اللعبة والقواعد واللازم منه. طبعا بين دماغه صدعت من الكلام فقال لهم مع نفسكم انتوا بقى وهطلع اعفر سيجارة بره. اول ما بيفتح الباب المقبض بيتشال في ايديه وبيقول لزمايله انه والله ما جه ناحيته اصلا وهو كان مكسور، وبيكتشفوا وقتها ان المقبض تحت منه قفل برقم سري، وده معناه انهم في اوضه الهروب اللي هتبدا منها اللعبه ومفيش مفر ليهم خلاص. داني بيقول لهم يلا يا شباب هندور في الاوضه على اي لغز او رمز ونحله علشان ننتقل للمرحله الثانيه من اللعبه. فعلا بيسمعوا كلامه، كل واحد فيهم بيبدا انه يدور على حاجه هو مش عارفها اصلا. اماندا بتلاقي مجلات كتير وكلها بتتكلم عن دكتور اسمه يو، اما العجوز فلقى في الكتاب مفك المسامير، بس لحد دلوقتي مش عارفين هي فين المسامير دي اصلا. اما زوي فلاحظت ان الكتاب اللي مع العجوز موجود عليه رقم 451 وبتتوقع ان ده هيكون الرمز اللي هيتفتح بيه شفرة الباب. بتروح تجربه وفعلا بينجح، ولكن للأسف الباب مش بيتفتح اصلا. طلع ان ده كله عبارة عن شفرة لفتح ألواح نارية بيخرج منها حرارة بتدوب وتولع في اي حد جوه المكان، ولكن بالتدريج. وفعلا بيحسوا ان الجو بدأ يسخن وبيبقى حر، فبيروحوا يخبطوا على الشباك اللي جواه الست اللي قالت لهم ريحوا لحد ما اجيلكوا، وما كانش على لسانها غير الجملة دي. بيلاقي جيسون بلورة جواها تلج ومركب، فبيسرح شوية كده، وده لأن ليه قصة خطيرة مع المركب هنعرفها بعدين. المهم بيلاحظ جوه البلورة مفتاح، بيخمنوا انه يبقى مفتاح الشباك الصغير اللي جوه منه الست اللي بتكلمهم، لكنه بيطلع مش هو،
هنا بن قال لهم انتوا لسه هتحكوا في المحكي؟ هات لي يابا طفايه الحريق دي ونكسر بيها الازاز ونخلص، انا خلقي ضيق اصلا. بس للاسف طفايه الحريق بتبقى من البلاستيك ومجرد ديكور في الاوضه مش اكتر. ولكن بنتنا زوي العبقريه بتلاحظ ان في مفتاح متعلق في الطفايه دي، فبياخدوه وبيحاولوا يفتحوا بيه الشباك الازاز، وفعلا بيفتح معاهم وبيكتشفوا ان مفيش جوه ولا ست ولا اي حد اصلا، وانه مجرد تمثال وكمان تسجيل صوتي بيفتح اوتوماتيك بمجرد ما اي حد يخبط على الشباك. وقتها التليفون الارضي بيرن، اول ما جيسون بيرد بيلاقي برضه تسجيل صوتي بيقول له اعمل الصح. فجأة كل الشبابيك بتقفل وبتتغير بدرجة حرارة عالية جدا، الكل بيترعب من اللي بيحصل له خصوصا أماندا. فبان بيحاول انه يهديها وبيقول لها هجيب لك شوية مية وروقي كده، كأننا في عز الصيف يعني مش حوار. زوي بتحاول انها تهديها وتروق عليها بكلمتين وبتجيب لها المية، وبتلاحظ زوي ان رقبة وظهر أماندا فيهم ندبات كتير قوي وحروق. في عز ما الكل كان متوتر وخايف، زوي بنتنا كانت مركزة جدا، لقت يافطة مكتوب عليها دكتور يو بينصحكم تستخدموا الفتحات على الترابيزة. وفعلا بتجري زوي وبتضغط على أول فتحة، وفجأة المخرج الوحيد ليهم بيتفتح وبيبقى موجود ورا لوحة، ولكنه بيقفل تاني بمجرد ما زوي بتشيل ايديها من على الفتحة. إذا يا جدعان علشان الشباك كله يفتح لازم الخمسة يضغطوا على الخمس فتحات. وبالفعل الخمسة بيتلموا حوالين الترابيزة وبيضغطوا على الخمس فتحات. بيقوم جيسون وواحد منهم بالإيد التانية بيضغط مكانه على الفتحة بتاعته، وبيدخل جيسون النفق يشوف ايه اللي جواه. النفق بيبقى طويل جدا بس آخره كان موجود مخرج مقفول بمسامير. وهنا بقى بنعرف ايه لازمة المفك اللي لقوه في الكتاب. بيقوم العجوز وبياخد المفك، وطبعا كان في حد ضغط مكانه وإلا الشباك هيقفل. المهم بيدخل العجوز للنفق، وكل ده والحرارة كانت عمالة ترفع في المكان لدرجة ان التمثال من شدة الحرارة كان بيتحرق. العجوز بيوصل بسلام وبيدي المفك لجيسون اللي قدر انه يفتح المخرج المنقذ ليهم، وبينده على باقي الفريق. بيخرجوا أماندا الأول، وداني بيضغط على مكان الفتحة بتاعتها. طبعا عددهم بقى 3 يعني مش هينفع يسيبوا أماكنهم وإلا الشباك هيتقفل ومحدش هيعرف يخرج. ولكن زوي خلت بان وداني يضغطوا برجليهم كمان على الفتحات، وبتقوم بسرعة تجيب كوباية مية وبتحطها على فتحة منهم، وبتنجح في إنها تضغط بسهولة. بتروح تجيب كوباية كمان وبتضغط بيها على فتحة تانية. في الوقت ده أماندا كانت دخلت في نوبة صرع وسبتت مكانها، وبتفتكر أيام ما كانت في الحرب، وده لأنها جندية عسكرية وشاركت في حروب كتير، وكانت هي الناجية الوحيدة من القنبلة اللي اترمت على فريقها. المهم بيقولوا لزوي إنها تروح بسرعة وتلحق أماندا وتحركها من مكانها بعد ما حطت كوبايتين مية في الفتحات بتاعتها. كده مش بيبقى باقي غير بان وداني. المكان كان بيولع حرفيا، وزوي بتوصل لأماندا بأمان وبتخليه تتنفس بسرعة وبتهون عليها وبتخرجها من النوبة اللي هي فيها. أما داني فقال لبن اجري بسرعة هات كوباية مية كمان، ولكن للأسف داني بيلاقي إن المية خلصت، وكل ده بسبب إنه جاب مية لأماندا وصمم إنها تشربها. وكل ده برضه كان من تخطيط أصحاب اللعبة اللي كانوا عاملين حساب كل حاجة. فجأة في نار بتخرج من السقف، كان خلاص المكان على وشك إنه ينفجر على طول. بان بيشغل دماغه وبيفتكر إنه معاه المشروب بتاعه، فبيفتحه بسرعة وبيحطه في الكوباية وبينجح في إنه يضغط بيها على الفتحة، والاتنين بيجروا بسرعة على الشباك ويتم إنقاذهم على آخر لحظة من النار اللي حرقت المكان باللي فيه. وقتها بس عرفوا إن اللعبة حقيقية وإن لازم واحد فيهم بس هو اللي يعيش، وكل ده من تخطيط ناس معاتيه مجانين حابين يستمتعوا بآلام الناس. أماندا كانت عمالة تشاور ليهم في الكاميرا بإنها عايزة تنسحب من الجنان ده، بس لا حياة لمن تنادي يعني. المهم بيلاقوا باب عليه قفل لازم طبعا شفرة سرية تفتحه، فبيبدأوا إنهم يفتشوا في المكان. أما أماندا فقالت لداني هات تليفونك يا اسطى بنطلب النجدة، ولكن للأسف ما كانش فيه شبكة أصلا. المهم جيسون بيلاقي مفتاح في شنطة قديمة كانت متعلقة في الأوضة اللي هو فيها، وبينجح فعلا إنه يفتح القفل، لكن للأسف بيلاقي قفل تاني تحت منه بشفرة سرية صعبة جدا، فبيضطروا إنهم يفتشوا من تاني على أي حاجة تفيدهم. وفي الآخر بيلاقوا لوحة مكتوب عليها راجع تاريخك وتاريخي. بيبقى ده شعار لمؤرخ كان اسمه من 7 حروف، وده كان نفس عدد كلمات الرموز السرية المطلوبة لفتح القفل. بيجربوا أسماء كتير لمؤرخين اسمهم من 7 حروف، لكن مفيش ولا اسم منهم بينفع. وقتها بان بيبص الرسومات الغزالة المتعلقة على الجدار، وبيفتكر اليوم اللي كان بيسوق فيه ومبسوط مع زمايله كانوا بيغنوا أغنية راجع تاريخي وتاريخك، ولكن للأسف بيعمل حادثة والكل بيموت إلا هو. بيعرف بقى إن كلمة السر هو اسم المغني صاحب الأغنية، كان برضه مكون من 7 حروف، وبيقول لجيسون على اسمه وفعلا بيطلع صح، والباب بيتفتح. بعدها بيخرجوا من الأوضة وبيلاقوا نفسهم في مكان كله جليد وبرد شديد ودرجة الحرارة تحت 30. بيروح داني يكتشف المكان، لكنه بيتخبط في جدار جليدي وبيقع على الأرض، والجليد كان هيتكسر من تحت منه.
بس ربنا ستر، ولكن فجأة في شباك بيفتح وبيخرج منه هوا شديد البرودة. بعدها كل واحد فيهم بينتشر في المكان، وجيسون بيلاقي باب سري محتاجه برضه المفتاح. أما زوي فبتلاقي جملة مكتوبة على الغصن الخشبي بتقول لها اوعي تتخدعي في الشمال. وأماندا بتبقى مع جيسون وبيلاقوا جاكيت واحد بس لونه أحمر، بتبقى عارفة إنهم حطوا واحد بس علشان يتخانقوا عليه، بس أماندا قالت لهم جو قديم وبلدي اللي بيحصل ده. بيقرروا إن كل واحد فيهم يلبس الجاكيت شوية، وأولهم كانت زوي. أما العجوز حجنا فكان عامل فيها قرد وكان فوق الشجرة، وده لأنه لها سنارة في آخرها حتة من المعدن. أما بان فوقع على رجليه جامد، وبيلاقوا حفرة تحت منها مية للصيد، والعجوز بيعرفهم إن الحفرة دي أكيد فيها حاجة لازم نصطادها بالسنارة. وفعلا بيرموا السنارة في الحفرة وبيخرجوها تاني بس بدون أي فايدة، زي ما نزلت زي ما طلعت. أما زوي فلقت في جيب الجاكيت بوصلة مشيت في الاتجاه اللي كان باين عليها. افتكرت حتة إن الشمال دايما غلط، فغيرت الاتجاه وراحت الجنوب، وهناك لقت دب كبير متحنط وفاتح بقه، فمدت إيديها جواه خرجت مغناطيس كبير بتاخده وبتجري على الفريق وبتلزق المغناطيس في الحتة المعدن اللي في آخر السنارة، وبعدها بيرموها في الحفرة اللي فيها مية. بالفعل بيقدروا إنهم يصطادوا صندوق من الجليد جواه مفتاح. بيحاولوا إنهم يخبطوا الصندوق مرة واتنين عشان يكسروا التلج، بس بدون أي فايدة، بان وقتها كان بيعفر بسجارة على جنب، وقرروا ياخدوا الولاعة بتاعته ويسيحوا بيها التلج، فبان بغباء وبيرمي لهم الولاعة فبتقع على الأرض بقوة. فداني قال لهم فداكوا يا جدعان، هروح أنا أجيبها لكم واحدة يعني. ولكن للأسف الولاعة بتبقى وقعت في نفس المكان اللي داني كان وقع فيه قبل كده، وعمل فيه شرخ، وفي ثانية إلا ثانية التلج بيتكسر وبيتشفط تحت المية. الكل في حالة من الصدمة، بيحاولوا إنهم ينقذوه لكنهم بيفشلوا وبيدوروا عليه في كل مكان، بس في الآخر داني بيموت غرقان وبيبقى أول ضحية فيهم. الكل بينهار عليه خصوصا أماندا اللي كانت على آخرها، فجيسون بيخلع الجاكيت وبيدولها بعد ما كان أخده من زوي. الكل بيبدأ إنه يتخانق مع بعضه، ولكن جيسون بيهديهم وبيقول لهم لازم يخرجوا من المكان ده في أسرع وقت، وبيقرر إن التلج اللي في الصندوق هيسيح بدرجة أجسامهم. وبالفعل بيبدأوا إنهم يحطوا إيديهم على تلج الصندوق اللي بدأ إنه يسيح واحدة واحدة لحد ما بيجي الليل، وبنشوف إن العجوز هو اللي أخد الجاكيت، وآخر حتة تلج كان هو اللي بيسيحها بإيديه، ولكن للأسف بيتعب جدا وبيغمى عليه. كان المفتاح أصلا ظهر خلاص، وجيسون بياخده من الصندوق وبيجري زي المجنون وبيدور على الباب. لما بيلاقيه بيفتحه، ولكن وقتها باب تاني خالص كان وراهم في الناحية التانية هو اللي اتفتح. فبيجروا بسرعة لأن الباب اللي فيه المفتاح بقى يضرب على التلج بالنار لحد ما كان بيسيح تحت منهم وبيتكسر. وفي الآخر بيقدروا إنهم ينجوا بأمان، وبيلاقوا نفسهم في أوضة كل حاجة فيها بالمقلوب، وكانت كل حاجة من تحت منهم بتتهز وبتتحرك من مكانها. التليفون بيرن، فالعجوز هو اللي بيرد. فجأة بتشتغل مزيكا صوتها عالي قوي ومزعجة، كانت بتعمل دربكة في المخ والودان. أما جيسون فبيلاقي المخرج بتاعهم اللي عبارة عن باب من غير مقبض، يبقى لازم يشغلوا الجمجمة ويدوروا على المقبض لفتح الباب. العجوز بيبص على كور البلياردو المتعلقة في السقف وبيلاحظ إن الكرة رقم 8 مش موجودة، وده معناه إن هي اللي هتفتح الباب. بيتحرك بقى من مكانه علشان يدور عليها، ولكن بيحصل صوت قوي تحت منه، وكانت الأرض بتتفتح وبان بيلحقوا من الوقوع في آخر لحظة. كل الفريق بسرعة البرق بيطلع على أي حاجة وبيبعدوا تماما عن الأرض، ومفيش إلا أماندا اللي بتقدر تتحرك فيهم وبتبقى نينجا في الشقلابة بحكم إنها كانت جندية وكده يعني. بتفتش لهم في المكان وبتقول لهم إن في خزنة برقم سري وأكيد فيها الكورة رقم 8 اللي هتفتح لنا الباب. وقتها زوي بتاخد بالها إن في لوحة مش مترتبة أصلا، وكانت عارفة الترتيب الصح بتاعها، فبتبدأ إنها تتحرك بكل هدوء لحد ما بتوصل للوحة، وبتبدأ إنها ترتب فيها واحدة ورا التانية بمنتهى الذكاء. فحركت حاجة من الأرض، فجيسون توازنه اختل وكان هيقع، لولا ستر ربنا. بتكمل زوي في ترتيبها، وفي الآخر بيكتشفوا إنها شفرة موريس اللي كانت عبارة عن شرايط ودواير. جمعوا أفكارهم وربطوا الألوان بالأرقام الموجودة على كور البلياردو، وبيقدروا إنهم يجمعوا رقم 1 2 3 4. على طول أماندا بتدخل الرقم السري، ولكن للأسف بيبقى غلط، على الرغم إنهم عملوا كل حاجة صح بنسبة 1,000,000%. وعلشان غلطهم في لوحة من الأرض بيقع، ومايك وبان بيجروا يتشعلقوا مع زوي في اللوحة. طبعا اللوحة ما استحملتش، وفي مسمار منها بيقع، وشوية واللوحة نفسها بتقع. فجيسون بيزعق للعجوز وبيقول له انقل من مكانك بسرعة وإلا الكل هيقع ويموت. ولكن العجوز قال له انه فعلا مش هيقدر يتحرك من مكانه، والحوار صعب عليه. لما جيسون اتضايق منه تاني، زوي بتزعله وبتقول له ما قالك اصلا انه مش هيقدر، وبتقرر ان هي اللي تتحرك من مكانها. وللأسف بتقع على الأرض على آخر لوح باقي، وبيغمى عليها الكام دقيقة كده. افتكرت فيهم اليوم اللي الطيارة وقعت بيها هي وأمها، وكل اللي في الطيارة مات ما عدا هي. جيسون بقى بيفوق فيها وبيقول لها اصحي يا جينيوس، احنا من غيرك نضيع. البت زوي في ثانية قالت لهم ان الأوضة بالعكس أصلا، وكل حاجة فيها بالشقلوب، يبقى الرقم السري هو كمان هيبقى بالشقلوب، بدل ما هو 1 2 3 4 هيبقى 4 3 2 1. على طول أماندا بتسمع كلامها، بتحط الرقم السري، فعلا الخزنة بتفتح، بتجيب أماندا الكرة رقم 8 اللي هتفتح بيها الباب.
والمشكلة بقى ازاي أماندا تقدر توصل لهم بعد الألواح ما وقعت خالص، بس بتقدر إنها تنط بالشكل ده وبتمسك في ترابيزة البلياردو، ولسه هتوصل لهم الكرة بتقع من جيبها، فبتضطر إنها تجيبها قبل ما تقع لأنها المنقذ الوحيد ليهم. فعلا بتلحقها قبل ما تقع. حست أماندا إن اللوح الأخير اللي تحت منها هيقع، فبترمي الكرة بسرعة لجيسون وبتتشعلق هي في سلك التليفون اللي للأسف ما استحملش وزنها ووقعت، وماتت أماندا في سبيل إن باقي الفريق يعيش. بياخد جيسون الكورة وبيفتح بيها الباب والكل بيخرج إلا زوي اللي كانت في صدمة بسبب موت أماندا، وبين بيدخلها بالعافية. جيسون بيقول لها فواقي كده معايا يا جينيوس علشان نخرج من هنا، وهي كانت بتزعق له لأنه بيتعامل عادي جدا على الرغم إن أماندا لسه ميتة من كام دقيقة، بس جيسون عرفها إنها ضحت علشان هم يعيشوا، فلازم يقدروا تضحيتها دي وينقذوا فعلا حياتهم. بيلاقوا بقى نفسهم في أوضة في سراير بعددهم، والغريبة إن كل سرير فيهم كان بتاعه فعلا زي ما يكون جابوا السراير من أوضهم. كل واحد فيهم كان ليه ملف على سريره وفيه كل حاجة تخصه حتى أسراره. زوي عرفتهم اللي حصل في الطيارة مع مامتها وباقي الركاب وإنها كانت الناجية الوحيدة. أما جيسون فعرفهم إنه كان في رحلة بالمركب مع صاحبه وتاهوا بسبب موجة عالية، وصاحبها حصل له توتر وتهجم عليه وأخد الجاكيت الوحيد اللي كان في المركب وهو نفس الجاكيت اللي كنا بنبدل فيه. بيعرفنا إن صاحبه أخد الجاكيت ونط في المية، وتاني يوم غفر السواحل بيوصلوا لجيسون، أما صاحبه فمات غرقان. المهم في فيديو بيشتغل لدكتور قلب وبعدها بيظهر تايم 5 دقايق، وده معناه إنهم لو ما حلوش اللغز خلال 5 دقايق هيموتوا بالغاز المسموم. بيبدأوا إنهم يفتشوا على أي حاجة في الأوضة، وفي الآخر بيلاقوا 3 أشعات مكتوب عليهم 3 إشارات بلغة الصم. لما ربطوا الأحداث ببعضها عرفوا إنهم لازم يوصلوا جهاز القلب بواحد فيهم ضرباته تبقى سريعة، والضربات دي هي اللي هتوقف الغاز السام. أما زوي فقررت إنها ما تكملش في اللعبة دي، بدأت إنها تكسر أي كاميرا في المكان علشان تقطع عن الناس المجانين صحاب اللعبة اللقطة وما يقدروش يعرفوا هما بيعملوا إيه. فجيسون بيبدأ إنه يقيس ضربات قلب بان ولكن بتبقى ضعيفة والحوار بيفشل، فبيحاول جيسون مع العجوز اللي بالرغم إن ضربات قلبه سريعة إلا إنه ما كانش هو اللي عليه العين والنني. وقتها جيسون شغل دماغه وأقنع العجوز إنه علشان يخلي ضربات القلب سريعة هيصدمه بالصاعق الكهربائي، فطبعا العجوز بيرفض لأنه ممكن يموت فيها، ولكن جيسون الحقير بيقدر إنه يقنعه. فعلا بيصدمه بالصاعق الكهربائي مرة و2 ولكن برضه بيفشل، وللأسف مايك مش بيستحمل وبيموت. كل ده وكان الوقت عدى والغاز السام بدأ ينتشر في المكان. أما بان فكان بيحاول يعمل إنعاش للعجوز اللي كان خلاص فعلا مات. أما جيسون فقرر إنه يقرب الجهاز عليه وفعلا بيعمل كده، خطته بتنجح والغاز بيتقفل والدنيا بتبقى تمام وباب الخروج بيفتح لهم. بيجري جيسون على الباب بسرعة وبان بيقول لزوي تعالي معانا، لكنها بترفض وبشدة وكانت بتكسر في آخر كاميرا في المكان. بيدخل بان وجيسون لأوضة غريبة جدا. كان بان زعلان على زوي بس جيسون قال له محدش ضربها على ايديها، هي اللي اختارت، وبتبان وهي واقعة على الأرض ومغمى عليها. أما بن فمن كلامه مع جيسون عرف إنه أناني، والمفاجأة بقى إن جيسون هو اللي تهجم على صاحبه وأخد الجاكيت منه، ومش بس كده ده كمان غرقه في المية عشان المركب تستحمله هو لوحده. يعني جيسون بقى اسمه جيسون الغدار اللي ممكن يقتل أي حد قصاد إنه يعيش. المهم في الآخر بيلاقوا غطا وبيفتحوه مع بعض، فجأة بيلاقوا مادة في إيديهم كانت بتعمل لهم هلوسة. كانوا شايفين كل حاجة حوالين منهم بتتمط وبتتمايل، وكانوا شايفين أطرافهم عمالة تطول. وبالرغم من كل ده إلا إنهم كانوا برضو بيفتشوا على أي معلومة تخرجهم من الجنان ده. في الآخر بيلاقوا مكتوب إن موجود ترياق واحد بس للحالة اللي هم فيها، بمجرد ما ياخدوه يرجعوا لطبيعتهم من تاني. فطبعا الاتنين بيدوروا على آخرهم، وفي الآخر بان هو اللي بيلاقيه. جيسون يسيبه بقى أبدا، ده بيهجم عليه وبيحصل بينهم قتال شديد وضرب وهبد ورزع، إنما إيه في الآخر ابننا بان هو اللي بيفوز وبيرزع جيسون في الحيطة بالشكل ده وبياخد الترياق وبيرجع لطبيعته من تاني. فبيلاقي باب الخروج وبينزل من السقف على الأوضة اللي شفناها في أول الفيلم وكان محشور فيها. المهم بنشوف 2 من العمال اللي شغالين في اللعبة دي داخلين الأوضة ياخدوا جثة العجوز وزوي وينظفوا مكانهم، لكنهم بيتفاجئوا بوجود قناع الأكسجين. هوب بتقوم زوي من مكانها وبتضربهم بقوة وبتبقى عاملة خطة لكشفهم. بتاخد السلاح بتخرج من الباب اللي العمال دخلوا منه. نرجع بقى البان اللي بعد ما اتحشر في الحيطة قدر انه يخرج بعجوبة ولقى نفسه في مكان واسع جدا زي المصنع. بيتفاجئ بوجود سيد الألعاب وبيبقى فاكر ان بان هو اللي فاز وبيلقبه بالحصان الأسود، وبيقول له كنت فاكر ان جيسون هو اللي هيفوز لانه اناني. وقتها بان بيتكلم معاه في ان ليه يعملوا لعبة زي دي تضيع فيها أرواح كتير. فمن كلامهم بنعرف ان في ناس أغنياء وكبار قوي في البلد بيحبوا يستمتعوا بالوحشية الحقيقية مش التمثيل، فبيضطر أخينا انه يخترع لعبة كل سنة علشان الأغنياء تستمتع وكده. المهم بان بيقول له المهم انا كسبت، ايدك بقى على 10,000 دولار وقول لي امشي منين وحياة ابوك. لكن الغدار قال له عمرك شفت حصان بيفوز وبياخد مكافأة؟ قام مغفل بان وبيخنق فيه بالسلك عشان يقتله لحد ما زوي بتوصل وبتنقذه على آخر لحظة، ولكن الغدار بيختفي في ثانية. زوي بتدور عليه فبيفاجئها وبيهجم عليها، كان لسه يقتلها بان بيفوق وبيخلص عليه بالسلاح.
بعد كده زوي بتسند بان وبيخرجوا من المتاهه اللي كانوا فيها، وبنشوف بان في المستشفى والضابط بينده على زوي اللي حكت له كل حاجه واخدته على المكان اللي حصل فيه الجريمه، لكن للاسف مش بيلاقوا اي حاجه وبيبان على المكان انه مهجور من سنين. كانت زوي هتتجنن حرفيا، وبتعرف الضابط انهم ناس تقال قوي في البلد وبينضفوا وراهم اول باول، ولكن الضابط اعتبر ان زوي بتتخيل حاجات مش موجوده وبيقفل المحضر اساسا. بعد 6 شهور بنشوف بان اللي كان لابس الحته اللي على الحبل، وبنعرف انه اشتغل في شركه محترمه، وفي نظرات اعجاب بينه وبين زوي اللي كانت جايبه معاها كتاب، وبنعرف انها كانت بتجمع معلومات الفتره اللي فاتت لكشف الناس اللي ورا اللعبه. بيبقى معاها جرايد بتعرف مكتوب فيها مقالات عن اماندا اللي ماتت وهي بتتسلق الجبل، وعن جيسون اللي مات بحادثه موتوسيكل نتيجه انه اخذ مواد مهلوسه، وماك اللي مات بصدمه قلبيه، وطبعا كل ده كانوا مخططين له بالحرف والملي. بتجمع زوي شويه حروف ومنهم عرفت هي هتبدا منين، واخيرا خوفها من الطيارات بيختفي. بتقطع تذكرتين ليها والبان اللي وافق انه يسافر معاها لكشف ولاد الغدارين اللي حبوا انهم يجمعوا اخر ناجي من كل مصيبه ويحطوهم في فريق واحد علشان يعرفوا مين فيهم الاكثر حظا، وطبعا كان بان وزوي. بعد كده بنشوف المضيفه والركاب اللي كان لازم يلاقوا رمز يفتحوا به الابواب، وبتقدر المضيفه انها تحل اللغز، بتفتح الباب بتلاقي الطيار والمساعد ميتين، وللاسف مش بتقدر تعمل اي حاجه والطياره بتلبس في الجبل. كل ده بقى كان لعبه وتمثيليه، كانوا بيعملوا تيست للعبه الحقيقيه اللي كانوا هيعملوها في زوي وبان لما يركبوا الطياره، وده كان امر من الراس الكبيره صاحبه اللعبه. فاستنونا بقى في الجزء الجديد لما نشوف زوي هتفلت المره دي من غدر اللعبه ولا الكلام هيكون على ايه. بيخلص فيلمنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اعملوا لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل ملخصاتنا الجديده اول باول. سلام.